فهذا أول أصل. والكلام هنا للناس أجمعين ليعرفوا، والكلام الخاص لمن هو من أتباع الجماعة أو من أتباع أي جماعة أو للمتعاطفين معها الذين هم غاضبون على ما يحدث لهم. الكلام: هل يليق في الإسلام أن تكون المرجعية لفلان أو فلان، أم لا بد أن تكون المرجعية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن تكون المرجعية الوحيدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس المسلمون يقولون مرجعيتنا فلان، فنحن لا نقول مثلا مرجعيتنا الصحابي فلان ولا التابعي فلان ولا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره. المرجعية الوحيدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى.